مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم أهلا بكم. سجل مدافع المنتخب الوطني ياسين كادامورا عودة موفقة إلى الميادين رفقة ناديه ريال سوسيداد عندما ساهم بشكل كبير في الفوز الثمين الذي عاد به الفريق الباسكي أمس من ميدان ليون الفرنسي ضمن رابطة الأبطال. كادامورا الذي عاد إلى التشكيلة الأساسية لسوسيداد بعد غياب طويل نشط في محور الدفاع وقدم مباراة كبيرة جعلته يختار كأفضل مدافع في المقابلة. الأداء الرائع لكادامورا تزامن مع حضور مبعوثين من قبل ناديين إنجليزيين كبيرين حسب ما أورده موقع فوت ميركاتو الذي أكد أن وجهة المدافع الجزائري قد تكون بنسبة كبيرة البريمير ليج رغم تمسك إدارة السوسيداد بخدماته، وذلك قبل أيام قليلة من غلق أبواب الميركاتو. أقول من جانب آخر يبحث هداف المنتخب الوطني هلال العربي السوداني سهرة اليوم عن مواصلة بدايته الموفقة في الدور المحلي وترسيخ أول ظهور له في منافسة دور الأبطال، حيث يواجه رفقة ناديه دينامو زاغرب الكرواتي في هذه الأثناء نادي أوستريا النمساوي بهدف إزالة آخر عقبة تفصله عن دور المجموعات. اختارت جماهير نادي سانت إتيان الفرنسي الجزائري رشيد مخلوفي كثاني أفضل لاعب في تاريخ الفريق بعد المالي ساليف كايتا، وذلك في الاستفتاء الذي نظمته مجلة فوت سانت إتيان المقربة من النادي، ويعكس هذا الاختيار الشعبية الكبيرة والسمعة الرائعة التي تركها ابن مدينة سطيف لدى عشاق الفريق الفرنسي الأخضر، وهو الذي مثله أفضل تمثيل بين سنتي 54 و 58 ثم بين سنتي 62 و 68، وحقق معه العديد من الإنجازات على غرار الدوري الفرنسي في 4 مناسبات وكأس فرنسا في مناسبة واحدة. كما يبقى مخلوفي كذلك ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 151 هدفا. في كرة السلة، وبعد الخسارة الأولى للمنتخب الوطني أمام نظيره الإيفواري في افتتاح مباريات كأس أفريقيا المقامة بأبيجان، يبحث الخضر غدا عن تسجيل نتيجة إيجابية أمام المنتخب المصري. أشبال المدرب فايد بلال الذين انهزموا بواقع 64 مقابل 47 نقطة مطالبون بالفوز غدا على الأشقاء المصريين للإبقاء على حظوظهم في المرور إلى الدور ربع النهائي للمنافسة. يذكر أن المشاركة المنتخب الوطني هي الأولى في المنافسة القارية منذ 8 سنوات والثانية دوليا منذ 2. تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة سهرة اليوم صوب ملعب فيتشنتي كالديرون الذي يحتضن المواجهة الواعدة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب نهائي كأس السوبر الإسبانية. ويسعى العملاق برشلونة بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني خيراردو مارتينو لخطف أول ألقابه في الموسم الجديد، لا سيما بعد أدائه الرائع أمام ليفانتي عندما سحقه بسباعية نظيفة في افتتاح لا ليغا. أما الأتليتيكو فيأمل في تكرار الأداء البطولي الذي مكنه من إحراز لقب الكأس الموسم الماضي على حساب ريال مدريد، مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور. وستكون المباراة فرصة خاصة للمهاجم دافيد فيا لإثبات جدارته أمام فريقه السابق الذي غادره في الأسابيع القليلة الماضية. كشفت تقارير إخبارية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد بات على وشك إتمام صفقة انتداب النجم الويلزي لنادي توتنهام الإنجليزي غاريث بيل مقابل 109 ملايين يورو. وقالت ذات المصادر أن إدارة الناديين اقتربتا من التوصل إلى اتفاق نهائي يدفع من خلالها الريال قرابة 92 مليون يورو بصفقة تتضمن كذلك انتقال مدافع الملكي فابيو كوينتراو إلى توتنهام الإنجليزي مقابل 17 مليون يورو، لتكون بذلك الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم. تعرض لاعب وسط ريال مدريد الإسباني لكرة القدم تشافي ألونسو إلى كسر في مشط القدم خلال تدريبات فريقه الريال سيبعده عن الملاعب لمدة 3 أشهر كاملة حسب ما ذكرت صحيفة آس المحلية اليوم الأربعاء. وسيغيب ألونسو بداعي تلك الإصابة عن مباريات منتخب بلاده الثلاثة المتبقية في تصفية المونديال وعن عدد كبير من مباريات فريقه في الدور المحلي ودور الأبطال.